ازيكم يا حبيب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ورجعنا لكم فيديو جديد. طبعا فيديو النهارده يا جدعان هنتكلم عن النسخه اللي انتوا شايفينها قدامكم دي. طبعا النسخه دي حرفيا دمار. طبعا دي نسخه رمضان ونسخه انا وميجو موميا. تمام. النسخه دي هتعدي ليفل الجمدان ان شاء الله. كل اللي طالبه منك طبعا يا اخويا انك تنزل تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وما تنساش تقدر تعب وتحط لايك للفيديو وتعليق حلو زي. طبعا يا جدعان نسخه باسورد، والباسورد هقوله في الفيديو رقمين في رقمين. طبعا بلاش بس الناس اللي بتكتب باسورد في التعليقات والكلام ده، لان انت مش هتستفاد حاجه. انا تعبت والمفروض ان انا يعني اعمل حاجه الناس تقدرني على تعب اللي انا تعبت فيه، بس مش اكتر. انا ما بعملش النسخه دي نازل لك وتسمع الفيديو والكلام ده. انا ما بعملش عشان كده. كل اللي انا بعمله يعني ان انا عايز تقدير بس مش اكتر. يعني انا لو شايف تقدير منكم ما كنتش هعمل نسخ بباسورد، بس مش اكتر. مش عايز اطول عليكم يا جدعان، انتوا صغير وعلى الفيديو على طول. It's hard to breathe, but that's alright. Hush. طب يا جدعان، طبعا النسخة هتفتح معاكم بالواجهة الجمالية اللي انتوا شايفينها قدامكم دي. تمام. النسخة طبعا آه ده مش شكل الشات طبعا من بره، يعني ده حاجة عادية. انك انت بعد ما تسجل هتخش كده هتبقى بالشكل ده. انا بقول يا جدعان، طبعا ده شكل الشات من جوه. لحظة واحدة. ده شكل الشات من جوه زي ما انت شايف. طبعا ده التذكر. تمام كده. ده التذكر بتاع النسخة. تمام. عندك هنا البتاع دي، ده كلها اضافات النسخة من جوه، فمتلعبش في حاجة يعني. بتدخلك هنا على اضافات النسخة، وهنا بتدخلك على السمات، وهنا الستايل والكلام ده، حاجات يعني من جوه النسخة. تمام. طيب عندك هنا السهم اللي انت شايفه الازرق ده بيرمي فيروس. هنا بتاع فيروس ايفون وهنا فيروسات اندرويد، وعندك ممكن ترمي الاتنين مع بعض من هنا كده. تمام. طبعا ده شكل ايموجي عادي يعني بتاع اندرويد عادي. تمام كده. طب عندك هنا بره شتات، رومات، ستوري، كولات، الكلام ده. عندك هنا وضع الطيران والوضع الفاتح الابيض التاني ده لو جبنا كده. تمام. عندك هنا الكاميرا عشان تفتح الكاميرا وكل الكلام ده يعني. هنا نجيب بقى الوضع الدارك لان ده افضل. طبعا الصورة دي لما بتظهر كده يبقى الشخص اللي قدامك مش حاطط بروفايل. تمام كده. طيب لو دوسنا هنا كده هتجيب لك اضافات النسخة برضو عادي يعني. طيب ندوس بقى على الثلاث نقط اللي فوق على الشمال دي كده. طيب عندك هنا جدولة الرسائل، رد تلقائي، اضافات اوباما وميجو، اعادة تشغيل واتساب، رسالة لرقم غير محفوظ، ارسال رسائل جماعية، اعمل روم، اعمل بي سي، افتح ويب، الرسائل المميزة بنجمة، الاعدادات. تمام. طبعا اول رقمين في الباسورد يا جدعان 1 3. تمام. اول رقمين في الباسورد 1 3. لو دوسنا على المساعدة دي كده نجيب الاباوت. ده شكل الاباوت حاجة جمدان. تمام. طب عندك هنا لو دوست على التلات نقط تاني خش بقى في اضافات اوباما وميجو. دول لو دوست عليها كده هتجيب لك الحاجات دي. تمام. نخش هنا في اوباما وميجو الكلمة دي ندوس عليها كده. عندك هنا رمضان كريم، صلى على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. بص قبل ما اخش هنا، هي النسخة حرفيا تستاهل، قسما بالله تستاهل يا جدعان يعني. اكيد تستاهل انك تشترك في قناتي، واكيد تستاهل انك تحط لايك للفيديو، واكيد تستاهل انك تقول رايك في كومنت لان ده يهمني جدا. تمام. نبدا من تحت ندوس على تابع الموتور دي، وعندك هنا رسالة الشكر فكك منها مش تشغلك في حاجة. عندك هنا التحديثات، البحث عن تحديث هيقولك هنا ان ده اخر اصدار للنسخة. عندك سجل التغييرات، طبعا تحسين الحماية ضد الحظر بشكل كبير. يعني ايه؟
يعني النسخة ما تتحذرش، رقمك ما يتحذرش من غير سبب، ده مستحيل خالص انه يتحذر من غير سبب، مستحيل، الا بقى لو انت في نسخة غير نسختي. تمام، عشان نبقى على بر كده. عندك هنا الويدجت اف ام، شاشة المحادثة. تمام، عندك هنا الشاشة الرئيسية والبار العلوي وكل الجمال اللي انت شايفه ده، يعني الحاجات دي احنا عارفينها طبعا ومعروفة، والزر العائم والستوري، كل الكلام ده. لو دوسنا هنا على كل دي وبعد كده الاعدادات، طبعا هتفعل دي لو مش متفعلة، ودي هتلاقيها جاية في النص كده في الحتة دي، تقوم شددها للآخر، ودي لو هتلاقيها برضو مش متفعلة فعلة بس. تمام، عندك هنا نسخ احتياطي لو انت عايز تركب ملف سرعة والكلام من ده. وعندك هنا اخفاء الوسائط من المعرض، عشان لو انت الكراش بتمسك تليفونك بقى وكده تعمل حسابك، يعني ان اي حاجة تنزل ما تنزلش عندك في الصغر، تبقى على الواتس بس. عندك هنا الستايل والشكل، لو دوست هنا هتلاقي هنا اولد واتساب ايس، الكلام ده بتاع ايموجي الايفون. لو دوست على علامة التحميل دي، دوست عليها كده وبعد كده تختار الاولد واتساب ايس دي، بتجيب لك ايموجي الايفون في النسخة كلها. تمام، عندك تغيير ايقونة التطبيق. تمام، تقدر ان انت تغير ايقونة التطبيق من بره، ايقونة النسخة يعني. عندك تغيير ايقونة الاشعارات. تمام، عندك تغيير نوع الخط، تقدر تغير نوع الخط. عندك خطوط جمدان زي ما انت شايف كده. تمام، تمام. لو دوست برضو في الالوان دي نجيب لك اللون بتاع النسخة، تقدر تغير لون النسخة وكل الكلام ده. فاحسن لك متلعبش في حاجة علشان ما تبوظش الدنيا، النسخة رايقة زي ما انت شايف كده وحاجة جمدان. عندك هنا سمات اف ام، تقدر ان انت تحمل سيم عبر الانترنت. تمام، عندك هنا اكتر من 5000 سيم. عندك هنا تطبيق سيم الملف، يعني تقدر ان انت تحمل سيم لرمضان معين، سيم عاجبك مثلا تقدر تحمله من اليوتيوب، وبعد كده تدوس تطبيق سيم الملف دي وتختار الملف اللي انت نزلته بتاع السيم، هيقوم متركب معاك على طول على النسخة، هيبقى جامد. عندك هنا حفظ السيم واستعادة سيم، اعادة ضبط، حذف جميع السيمات المخزنة. تمام، نيجي بقى نخش في الحماية والخصوصية. تمام، عندك طبعا قطع نت برسالة. بص، طبعا انت هتقولي بقى انت ليه اصلا مش حاطط زي الناس اللي يقولك 70 زرار قطع نت، 80 زرار قطع نت، 200 زرار قطع نت، كل ده هري في الفاضي. تمام، طبعا قطع النت معروف يعني مش هقولك معروف في نسخ انا بس، يعني مش هقولك برضو في كل النسخ، بس معروف في معظم النسخ ان قطع النت بيبقى حاجة من الاخر، طالما زرار واحد كده يبقى حاجة جمدان. طبعا ده هتفعله كده وارمي رسالة بس على اي حد قدامك، وان ما فتحش بعد ساعتين 3 يبقى بحق. تمام، لكن بقى حوار ان انا افضل اقولك 70 زرار قطع نت وجميع زراير قطع النت كلها وكل ده هري، دقيقتين والواد يفك عادي. عندك تصفية رومات بضغطة، لو فعلت الزرار ده كده وطلعت برا وتيجي على اي روم انت ادمن فيه، اي روم انت ادمن فيه. بص الروم ده فيه كام؟ 833. انا شرحت الميزة ده قبل كده في نسخة بس مش مهم، هشرحها تاني عادي. تمام، كل اللي عليك ان انت هتعمل ايه، هتخرج بس من الروم، اللي عليك كله انك هتخرج من الروم مش اكتر. طبعا لازم شرط يعني انك تكون ادمن، مش تشغل دماغك وتروح تشغل لادمن فيك النسخة وتخرج من الروم، هيقوم رقمك محظور على طول، فبلاش. تمام، عندك حرق النسخ بمكالمة، هتقوم مفعل ده كده وتخرج برضو برا، تخش بقى على اي خصم من مزاولك. تمام، وتقوم داس على علامة الاتصال دي، تدوس عليها بس، وهو لو فاتح نسخة معدلة نسختها هتتحرق، اما لو فتح متجر هتخرج النسخة، بتخرج لوحدها. تمام، تمام. عندك هنا اضافة موجة في الواجهة. تمام، الموجة دي اللي هي بص هقولك دلوقتي، لو فعلنا الزرار ده ونطلع بقى بره كده
تلاقي في موجة ظهرت هنا في نص الشاشة كده. بص الموجة دي بتدي زي منظر كده للنسخة. تمام. تقدر ان انت تغير اللون بتاع البتاع ده، لون الموجة. تقدر ان انت تغير لون الموجة. تمام. وتقدر ان انت تعلي الموجة وتوطيها وكل الكلام ده، تخلي الموجة كاملة في الشاشة، يعني تبقى كاملة في الشاشة كلها. وتقدر ان انت تخليها يعني 10% وكده. تمام. بتظهر كده حتة صغيرة في الشاشة من تحت، وتعلي بقى وتوطي زي ما انت عايز، وتغير اللون وكل الكلام. انت عايز تقفله وتدوس على الزرار ده بس كده. نيجي بقى في زراير الفيروس كده، تخش في زراير الفيروس. طبعا عندك تشفير فيروس الصور، اخفاء الرسائل المقتبسة، اخفاء الرسائل في الشات عشان لو حد بيرمي عليك فيروس، تشفير الويب، اخفاء لون اللينكات، تعطيل العلامة بتاعة المنشن دي، قراءة المزيد علشان لو حد برضو بيرمي عليك فيروس يوصل الفيروس، لو يخلي رسالة قصيرة يعني. تشفير فيروس المكالمات عشان كراش الكول والكلام اللي انت بتسمع عنه اليومين دول. تشفير فيروس الكتالوج، ازالة الميديا. تمام. تشفير فيروس الكتالوج ده يا جدعان لو فعلته كده، اي حد فتح واتساب اعمال بيزنس يعني ما بيظهرش عندك انه فاتح اعمال، بيظهر انه فاتح متجر عادي. تمام. تمام. عندك هنا ازالة الميديا، تشفير فيروس الخريطة، تشفير فيروس المواقع. الاتنين دول واحد، بس اللي انا اعرفه ان الاتنين فيروسات يعني. تشفير فيروس الملفات، استكبار رسائل بسرعة. تمام. عندك هنا كراش النسخة، هنا كل زرار بتخلي النسخة مش تتحرق منك. لو فعلت دول كلهم كده، اي نوع من انواع حرق النسخ في العالم كلها مش هتحصل في نسختك. اي نوع، لان انت فعلت ده 1 2 3 4 5 6 7 زراير لعدم حرق النسخة من اي نوع كراش. اذا كان كراش الكول، كراش الكول وكراش الريبلاي والكلام ده كله. تمام. تمام. بتبقى في فيروسات برضو حرق النسخ والكلام ده مش هتأثر فيك خالص. نطلع بقى نخش في تفييك مدة الريكورد. هنا عندك تزوير مدة الريك، اللي هو تخلي الريك كله وحيد بالشكل ده، او تخليه كله اربعات، تخليه كله خمسات بالشكل ده كده، او بالشكل ده، او يتميز بالزائد. يعني ايه؟ يعني انت مثلا بعت ريك اكتر من 3 ثواني بيظهر عند الشخص اللي قدامك، يظهر انه ان انت بعته دقايق، ساعات كده يعني. النوع اس دي لو انت بعت ريكورد مثلا دقيقة دقيقتين بيظهر عند الشخص اقل من ثانية. تمام. عندك طبعا اضافات اوباما وميجو، لو دخلت فجأة ارفع نفسك ادمن، دي ادمن فيك. تمام. مش واحد بس يفعل كده ويبص يلاقي نفسه ادمن فيك ويجي يتكلم معانا، ده ادمن فيك اصلا. عندك اعادة توجيه تلقائي، سحب الروم دي يعني سحب الروم دي يعني لو انت ادمن تقدر ان انت تنزل اي حد معاك في الادمن بضغطة واحدة بس. دي تفعلها لو انت ليك في مجال الرومات القديمة والكلام ده. توفير البيانات. تمام. دي مثلا لو انت غلبان زي حالاتي كده وفاتح داتا، تقدر ان انت ت- تفعل ده كده وما تسحبش نت كتير يعني من الداتا بتاعتك. ابعت فيروس تلقائي. يعني ايه ابعت فيروس تلقائي؟ هقولك انا ازاي. تيجي هنا كده في الشات وتبعت اي رسالة بتتبعت عادي اكتر من مرة. تمام. تمام. عندك هنا شير بلوك وكلمه. طب بص بقى يا جدعان، طبعا فكك بقى من عبد انك تفك البلوك وتكلمه وفك البلوك بتاع الكراش والكلام ده كله هبد يعني. لكن مفيش حاجة اسمها اصلا شيل البلوك وكلمه ولا فك البلوك وكلمه، ده اصلا زرار فيك، ده فيك ملوش اي 3 لازمة. انت مثلا لقيت فعلا نسخة فيها زرار زي ده وشغال فعلا، فعلته انت كده، تطلع تعمل ايه بره؟ هتعمل ايه بره؟
مثلا هتقوم تروح تعمل ايه؟ هتقول لي هتلاقي هنا مكتوب شيل بلوك؟ مفيش الكلام ده، متخليش حد يضحك عليك. تمام، انت خليك اذكى منه. انا بصراحة ما شفتش حاجة زي دي شغالة، ولا جربت نسخة من اللي بيتكلموا عنها، لان انا عارف ان ده كله فيك بس مش اكتر. لكن شيل بلوك وكلمه ده كله استغلال انك تخش للفيديو، ودي حاجة حلوة مش وحشة يعني. توثيق الارقام. تمام، عندك هنا اعرف مين اداك ادمن ومين نزلك. تقدر ان انت تحط رد تلقائي لو حد عملك منشن، تكتب اي رسالة كده في المنطقة دي مثلا حاضر. اي حد يعملك منشن هتقوله حاضر. بس نيجي بقى نخش في ارقام فيك. طبعا النسخة بتعمل ارقام فيك. بتعمل ارقام فيك ازاي؟ ولا هتدوس هنا كده، عندك هنا دوس عشان تعمل ارقام فيك، خش هتجيب. هتدوس هنا كده هيدخلك على موقع ارقام فيك. الموقع ده حرفيا دمار، ان شاء الله هيشتغل معاك وتعمل ارقام منه ان شاء الله. عندك تنظيف النسخة اندرويد 10 اندرويد 11. تمام، طبعا اخر رقمين في الباسورد يا جدعان هما 2 4. تمام، المطورين طبعا لو مسمعتش اول رقمين ارجع بالفيديو وعيده من الاول. تمام، انا يا جدعان قسما بالله كمان مره، انا لو بلاقي تقدير على النسخ اللي انا بنزلها واي فيديو انا بنزله ما هعمل لكم حاجه باسورد. بس انا ما فيش تقدير. انت لو قدرتني ربنا هيقدرك ان شاء الله ان شاء الله. فانت قدرني علشان ربنا يقدرك بس. طبعا عندك هنا المطورين دي يوتيوب اوباما ويوتيوب ميجو ولينك شات ميجو موميا وقناه اوباما تليجرام. تمام، طب عندك كده احنا خلصنا كل حاجة في النسخة. عندك هنا اخفاء اخر ظهور وتجاوز المشاهدة لمرة واحدة وتوقيف اشارة محولة ما نستطيع الاتصال بيه وكل الجمدان اللي انت شايفه ده يعني. تمام، انا بس مش عايز اطول عليكم عشان وقت الفيديو، وفي نفس الوقت انا صوتي راح. فاحب اقول ان انا كده وصلت لنهاية الفيديو. يا رب الفيديو يكون عجبكم. بس ما تنساش يا اخويا التقدير للفيديو ده وتعمل لايك للفيديو وكومنت رايق كده زيك، وتشترك في القناة وتفعل زر الاشعارات علشان يوصلك كل جديد ومفيد. وبس كده حبيب قلبي، اشوف وشكم في فيديو جديد.